النهاردة معانا كتاب مهم جدا، واحد من أكثر كتب العلاقات مبيعاً وتأثيراً في العالم. اسمه Men are from Mars, Women are from Venus، أو بالعربي الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. كتبه دكتور جون جراي وهو خبير علاقات أمريكي، والكتاب اتنشر لأول مرة سنة 1992. واللي هيدهشك إنه رغم مرور أكثر من 30 سنة عليه لسه كل كلمة فيه بتحصل حوالينا، نفس الخناقات ونفس الزعل ونفس السؤال اللي دايما بيرن جوه قلوب الناس اللي بتحب بعض: احنا ليه بنحب بعض بس مش قادرين نفهم بعض؟ أول حاجة، احنا بنتكلم لغتين. الكتاب بيبدأ بجملة شبه أسطورية: من زمان كان الرجال عايشين على كوكب اسمه المريخ، والستات على كوكب اسمه الزهرة، وفي يوم شافوا بعض وقرروا يعيشوا سوا على كوكب الأرض. بس وهم على كوكب الأرض نسيوا إنهم جايين من عالمين مختلفين تماماً. وده اللي بيحصل فعلاً، كل طرف بيفكر بطريقته وبيتكلم بطريقته وبيحب بطريقته، ولما يحصل misunderstanding يفتكروا إن الطرف التاني مش مهتم ومش بيحبهم كفاية. الست لما تتضايق بتحكي، بتحلل، تشرح، وممكن تعيد الكلام مش عشان هي مزعجة، دي طريقتها في إنها تفضي اللي جواها. بس الراجل بيسمع المشكلة ويفكر بمنطق: أحلها إزاي؟ فيرد على طول بحلول. تيجي انت تشتكي له من شغل، هيقولك ما تروحيش الشغل ده خلاص. تشتكي له من صاحبتك، هيرد عليك يقولك طب ما تكلميهاش تاني. قلت له المكان مش عاجبك، هيقولك طب غيري المكان. لازم نفهم إنه مش ده اللي الست محتاجاه. الست محتاجة تعاطف مش حلول، محتاجة تحس إنها مش لوحدها، مش إنك تصلح لها حياتها. تاني حاجة، الراجل عنده كهف. الكتاب بيشرح نقطة مهمة جدا في سيكولوجية الراجل. هو لما بيكون متضايق مش بيواجه ولا بيعيط ولا هيجي يحكي، هو بيختفي، بيخش كهفه ده، يسكت، يتفرج على ماتش، ينام، يبعد شوية. بس في اللحظة دي الست بتحس بخطر وبتبتدي تقول مع نفسها: هو بيبعد، ما بقاش يحبني، لا يكون زهق. بس الحقيقة يا مدام، هو لا سايبك ولا زهق منك، هو بس محتاج وقت يرجع توازنه جوه نفسه. ولو دخلت وراه الكهف وضغطت عليه بالكلام والأسئلة هيبعد أكتر. الكاتب هنا بيقول لنا نديله مساحته، سيبيه يخرج من كهفه بنفسه. لما يرجع هيرجع برغبته مش لأنه واجب. الست محتاجة إنصات مش إصلاح. الست لما تحكي مش بتدور على حلول، هي بتدور على حضن، على إن حد يسمعها للآخر. مش عايزة حد يصلح لها حياتها، هي عايزة حد يحس بيها. ولما الراجل يرد بحلول فورية الست بتحس إنها مش مسموعة، وهو بيحس إنه عمل اللي عليه بس برضه هي مش عاجبها. الحل هنا بسيط جدا، لازم الراجل يتعلم يقول: أنا فاهمك وأنا جنبك. بس كده، جملة زي دي ممكن تغير علاقات. الراجل بيعبر عن الحب بالفعل، يوصل، يصلح، يشتغل، بس ما يقولش بحبك كل شوية عشان هو بالنسبة له كده يبقى نحنوح. الست ممكن تقولك بحبك 10 مرات في اليوم، بس ممكن ما تعملش أفعال توضح ده. هي بتحس إنه بارد وهو يحس إنها مش مقدراه. الكاتب هنا بيقول كل طرف عنده لغة حب، ولو ما تعلمناش نحب بلغة اللي قدامنا هيفضل حاسس إنه وحيد حتى لو بنموت فيه. الست مش دراما كوين، هي حساسة، والراجل مش قاسي، هو منطقي أكثر من العادي. كل واحد محتاج يفهم إن الطريقة اللي التاني بيعبر بيها مش هي نفسها طريقته هو. الراجل لازم يعرف إن المشاعر مش تهديد، والست لازم تفهم إن السكوت مش معناه جفا. المشكلة مش الحب، المشكلة الترجمة. الراجل يجي يقولك أنا أخدت عربيتك وصلحتها ونظفتها، ما هو ده حب. وهي تقول أنا مستنياك تحضني مش تصلح العربية. فهي حبت وهو حب، بس كل واحد بيحب بلغته ومحدش فاهم التاني. الخلاصة مش لازم نكون شبه بعض، بس لازم نفهم بعض.
جون جراي ما كتبش الكتاب ده عشان يقول لنا إن الرجالة كده والستات كده وخلاص خلصت على كده. هو كتبه علشان يقول لنا لو كل طرف حاول يفهم التاني، حاول يسمعه بلغته، لو صدق إن الاختلاف مش تهديد، العلاقة هتعيش وهتبقى أعمق وأصدق وأهدى بكتير. لو الحلقة دي لمستكم ما تنسوش تشتركوا عشان نسمع حكايات أكتر مع بعض. شارك الحلقة مع اللي بتحبه أو اللي نفسك يفهمك، ابعتها له من غير كلام، يمكن يكون ده أول خيط يوصل بينك وبينه. أنا ريم، ودي كانت حلقتنا في بينا كلام، مكان بنحكي فيه كلام مش بيطلع بسهولة بس لما بيتقال بيريح قلوب كتير. استنوني الحلقة الجاية مع حكاية قريبة مننا كلنا. باي.